صباح 4 غشت 1578 ثلاثة ديال الملوك كيفيقوا وحتى شي واحد فيهم ما عارف باللي غادي يموت قبل ما تغرب الشمس. الاول عبد الملك السعدي سلطان المغرب، مريض لدرجه انه ما كيقدرش يبقى جالس بزاف فوق العود ديالو. الثاني محمد المتوكل، السلطان المخلوع اللي رجع للمغرب مع جيش اجنبي باش يحاول يرجع العرش ديالو. والثالث سيباستيان ملك البرتغال الشاب اللي كان مقتنع انه جاي باش يصنع المجد ويوسع نفوذ البرتغال في المغرب، ولكن من بعد ساعات قليله غادي يفقدوا بثلاثه بهم الحياه ديالهم، وغادي يخرج من هذا النهار منتصر ما كانش نهائيا على البال، حيث هو اصلا ما كانش ملك ملي بدات المعركه. هذه هي قصة معركة واد المخازن، أو كيف ما سماها التاريخ معركة الملوك الثلاثة. باش نفهموا كيفاش وصلت الأمور حتى لهذه الكارثة خاصنا نرجعوا شوية للور. في النصف الثاني من القرن السادس عشر المغرب كان تحت حكم الدولة السعدية، ولكن العائلة الحاكمة كانت داخلة في صراعات كبيرة على العرش. محمد المتوكل كان سلطان، ولكن عمو ذاك الساعة عبد الملك بمساعدة عسكرية خارجية ديال العثمانيين قدر يهزموا ويدخل فاس سنة 1576. المتوكل فقد العرش ولكن ما استسلمش، هرب وحتى هو مشى كيقلب على المساعدة الخارجية هاد المرة من البرتغال. وهنا دخل للعبة العرش الملك سيباستيان الأول، كان مازال شاب عنده تقريبا 24 سنة، وكبر وهو كيحلم بحملة عسكرية كبيرة في شمال إفريقيا. بالنسبة ليه مساعدة المتوكل كانت فرصة ذهبية يفرض نفوذ البرتغال المغرب ويحمي المواقع والمصالح البرتغالية في الساحل، ويقدم هذه الحملة كأنها حملة دينية. ولكن عبد الملك كان كيحاول يتفادى المواجهة. حسب بعض الروايات التاريخية قال لسيباستيان ما تدخلش بجيشك لداخل، حيت غادي تبعد على السفن ديالك والمؤونه ديالك وغادي تولي محاصر وسط بلاد ما كتعرفهاش. سيباستيان ما سمعش لعبد الملك، وربما كان عبد الملك عارف بالضبط شنو كيدير. كل كيلومتر كيدخل فيه الجيش البرتغالي لداخل كان كيبعد اكثر عن طريق النجاة. في صيف 1578 سيباستيان عبر البحر بجيش كبير، ما كانوش فيه غير البرتغاليين، كانوا حتى جنود المرتزقه من قشتاله، ايطاليا، الاراضي الالمانيه ومناطق اوروبيه اخرى، وزاد عليهم انصار المتوكل المغاربه. الارقام الدقيقه كتختلف بزاف طبعا من مصدر لاخر، ولكن بعض التقديرات كتدور حوالي 20,000 مقاتل في جيش سيباستيان البرتغالي، بينما الجيش السعدي كان اكبر منه بوضوح، ربما وصل لحوالي 50,000. ولكن المشكل الحقيقي ما كانش غير في الاعداد. الجيش البرتغالي كان ثقيل كيتحرك بصعوبه، ومعه عدد كبير من الخدم، العربات والنبلاء اللي جاو كيحلموا بالغنائم وبالمجد. وزيد عليها حراره شهر غشت، نقص الماء والبعد ديالهم على السواحل. عبد الملك من الجهه الاخرى كان كيتقاتل فوق ارض كيعرفها مزيان، ومعه فرسان سريعين ومدفعيه وجيش عنده قدره اكبر على المناوره. نهار 4 غشت الجيشين تلاقاو قرب القصر الكبير في المجال اللي كيدوز منه واد المخازن، قريب شويه من نهر اللوكوس، وتما تسد الفخ. سيباستيان صف الجيش ديالو في تشكيله دفاعيه كبيره بحال مربع محمي بمشاة وبمدافع وفرسان. اما عبد الملك فوزع القوات ديالو على جبهه واسعه وخلى الفرسان في الجوانب. الخطه كانت واضحه، الضغط من القدام والدوران من الجهتين ومنع الجيش البرتغالي من التراجع. بدات المدافع كتضرب، الدخان
غطى الميدان، ومن بعد تحركت القوات السعودية باش تطوق الخصم. في البداية الجيش البرتغالي قاوم، الجنود كانوا مدربين ومسلحين، وسيباستيان شخصيا كان كيموتيفيهم وكيشجعهم في وسط القتال. ولكن مع مرور الوقت التشكيلة بدات كتفكك، الفرسان المغاربة ضربوا الجوانب، وطريق الرجوع نحو النهر ولات خطيرة، الضغط تزاد، والجيش اللي دخل المعركة هو كيحلم بالنصر لقى راسو محاصر بين القوات السعودية والماء ديال النهر. ولكن وسط هذه الفوضى كان واحد السر خطير كيدور ما بين الجنود المغاربة. السلطان عبد الملك كان مريض بزاف، بعض المصادر كتقول ان المرض ديالو تزاد اثناء الحمله، ومصادر اخرى قديمه كتقدم تفسيرات مختلفه للوفاه ديالو. المؤكد تاريخيا هو انه مات اثناء المعركه وماشي بسبب مبارزه مباشره مع العدو. القاده والوزراء المغاربه خافوا الى انتشر الخبر يطيح المعنويات ديال الجيش المغربي، لهذا كتموا الوفاه ديالو. السلطان مات ولكن الاوامر بقات كتخرج من الخيمه ديالو وكأنه مازال حي، والجيش المغربي كمل القتال. في وسط الانهيار سيباستيان رفض او ربما ما قدرش ينسحب، قاتل وسط الجنود ديالو ومن بعد اختفى داخل الفوضى. تفاصيل اللحظات الأخيرة ديالو مازال ماشي محسومة بشكل كامل، ولكن النتيجة مؤكدة، الملك البرتغالي مات في المعركة وما خلاش وراه حتى شي وريث مباشر. محمد المتوكل حتى هو حاول يهرب، ولكن وهو كيتراجع غرق في الماء ديال النهر. 3 ديال الحكام ماتوا ب3 ديال الطرق مختلفة. عبد الملك مات بالمرض وهو كيقود المعركة عن بعد. سيباستيان مات وسط الجيش ديالو، والمتوكل اللي جاب جيش أجنبي باش يرجع العرش مات وهو كيهرب من الهزيمة. ولهذا ولات وهاد المخازن معروفة عالميا باسم معركة الملوك الثلاثة. المعركة استمرت غير ساعات، ولكن الجيش البرتغالي تحطم تقريبا بالكامل، آلاف تقاتلوا، آلاف أخرى تشدوا كأسرى، وحتى عدد مهم من كبار النبلاء ديال البرتغال يا إما ماتوا يا إما رجعوا أسرى حرب. ملي تأكد النصر عند المغاربة خرج الخبر اللي كان مخبي، السلطان عبد الملك توفى. ولكن الدولة ما بقتش بلا راس، خوه أحمد اللي شارك في قيادة الجيش تولى الحكم وغادي يتعرف من بعد باسم أحمد المنصور. الانتصار عطاه هيبة كبيرة داخل المغرب وحتى خارجه، وزادت خزينة الدولة بمداخل الفدية اللي تخلصات مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى والنبلاء البرتغاليين. هذه القوة السياسية والمالية ساعدت أحمد المنصور يبني وحدة من أقوى الدول السعدية في التاريخ، ويوسع العلاقات الدبلوماسية ديال المغرب مع دول بحال إنجلترا والدولة العثمانية وإسبانيا، ويقود كذلك غزوات على بلدان مجاورة بحال إمبراطورية سونغاي اللي ديجا درت عليها واحد الفيديو. ولكن خاصنا نكونوا دقيقين، وهاد المخازن ما محاتش الامبراطوريه البرتغاليه ولا طيحاتها في نهار واحد. البرتغال بقات عندها مستعمرات وشبكات تجاريه بحريه واسعه. اللي وقع هو ان الضربه القاتله كانت الاستقرار السياسي ديال المملكه. سيباستيان مات بلا ولد، جاء من بعد عمو الكاردينال هنري، ولكن حتى هو مات بلا وريث سنه 1580. وهكذا دخلت البرتغال في أزمة خلافة استغلها فيليب الثاني ملك إسبانيا، وولات البرتغال وإسبانيا تحت حاكم واحد لمدة 60 عام تقريبا، في الفترة المعروفة بالاتحاد الإيبيري. يعني معركة وقعت حدا القصر الكبير بدلت ميزان القوة حتى في الضفة الأخرى من البحر. ولكن القصة ما سالتش هنا، حيت جثة سيباستيان ما تمش التعرف عليها بواحد الطريقة اللي غتنهي الشكوك عند البرتغال. تزادت في البرتغال واحد الأسطورة غريبة أن الملك ما ماتش، وأنه غادي يرجع واحد النهار اللي تكون فيه البلاد محتاجة ليه، بحال المهدي المنتظر. هذا الاعتقاد تسمى بالسيباستيانية وبقى حاضر في الثقافة والسياسة البرتغالية لقرون. بالنسبة للبرتغال المعركة ولات رمز لكارثة وطنية ولطموح اللي تجاوز حدود الواقع.
أما بالنسبة للمغرب ولات رمز لانتصار حاسم، حافظ على استقلال الدولة السعدية ووقف مشروع عسكري كان يقدر يوسع السيطرة البرتغالية في البلاد. ولكن الدرس الأعمق ماشي أن طرف كان محكوم عليه ينتصر وطرف محكوم عليه يخسر. المصادر كتبين أن النتيجة خرجت من قرارات بشرية واضحة: صراع على العرش، تحالف سياسي خطير، جيش دخل بعيد على قواعد الأمداد ديالو، وقائد تجاهل التحذيرات وراهن بحياته وبالمملكة ديالو كاملة على معركة واحدة. في صباح 4 غشت 1578 كانوا 3 ديال الملوك كيشوفوا نفس الشمس كتطلع، واحد كيحاول يحمي العرش ديالو، واحد كيحاول يسترجع العرش ديالو، واحد كيحلم يصنع امبراطورية ومجد شخصي. قبل الغروب ب3 بهم كانوا ماتوا، ولكن وسط الغبار والدخان المغرب خرج بسلطان جديد، والبرتغال دخلت في أكبر أزمة سياسية عرفتها في ذاك القرن. وهذه هي المفارقة ديال واد المخازن. المعركة تسمات باسم 3 ملوك ماتوا، ولكن الأثر الحقيقي ديالها كان في الدول والشعوب اللي بقاو من بعد. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه القصة التاريخية كيف ما استمتعت بها أنا. ما تنساوش تشتركوا في القناة إلا كيعجبكم بحال هاد القصص، وتقولوا لي عندكم أفكار ديال القصة تبغيوني نعاودها في التعليقات. باي.